تخيل يا معلم تبقى بتنام كده على البلاط وعلى الاسفلت، وفي يوم من الايام تبقى من اشهر الناس في بلدك. انا جاي اكلمك عن واحد كان شغال عامل في بنزينه، دلوقتي بقى كاتب التاريخ مقضيها تدوين في انجازات. روح بقى اعمل لايك وسبسكرايب ورن الجرس. تعالى اما اقول لك. في يوم 21 يوليو سنه 1992 في مدينه السلام في القاهره مع قليل الرجاله اتولد حسين الشحات. حسين يا معلم اتوجد في الدنيا زيه زي اي طفل رضيع، مستني يفتح عينه على الدنيا يلاقي ابوه وامه يعيش وسطهم. لكن حسين لما تم 8 شهور وهو لسه طفل رضيع اتوفى ابوه. الاب يعني الظهر والسند، الاب يعني اول مدرسه واول معلم في الحياه. وحسين كده هيكبر ومش هيلاقي المعلم ده موجود، وهيضطر ياخد كل حاجه من الدنيا بايده. بس زي ما الدنيا بتدي طبعا بتاخد، عشان كده حسين ربنا عوضه بامه واخواته اللي كانوا في ظهره. وكمان حسين ما راحش عمل زي اغلب الناس اللي بيقولوا ظروفي ودنيتي ويتحججوا. بالعكس حسين من وهو في ابتدائي كان مقدر كل اللي بتعمله مع امه، عشان كده قرر يعتمد على نفسه من صغره في مصاريف. بس في وسط الحياه الصعبه دي بقى حسين كان ليه رغبه زيه زي اي طفل في سنه، وهي طبعا اكيد الكوره. حسين بقى وهو عيل صغير كان بينزل يلعب كوره في السلام، وكان باين عليه من اول ما بينزل يلعب كوره وهو حريف قوي. من وهو 5 سنين كان بيهلفت اي حد، وحسين بيفضل مقضيها لعب كوره في الشارع، هلفته وترقيص في اي حد يقابله لحد ما بقى عنده 14 سنه. وهنا بتيجي مامته تقدم له في نادي اسمه نادي مدينه نصر، ويبدا يروح النادي كل يوم عشان يبدا التمرين. وقتها كان حسين بياخد مصروف من مامته 5 جنيه، يروح يركب ميكروباص من السلام بجنيه وربع، وينزل عند نادي مدينه نصر يروح يتمرن، ويرجع بالجنيه وربع التانيين، وال2 جنيه ونص دول يا دوب يجيب لنفسه سندوتشين فول وطعميه. حياته كانت صعبه وظروف اسرته الماديه كانت وحشه جدا، وكمان مصاريف الكوره كانت كبيره شويه، ايش جزمه ايش طقم كوره ايش اكل بره ايش مواصلات رايح جاي وليله كده يعني. كل ده كان ممكن يخلي حسين يبطل الكوره اللي بيحبها وموهوب فيها، بس حسين قرر انه يعمل حاجه تانية خالص. يا ترى حسين ممكن يكون عمل ايه؟ حسين قاعد يفكر مع نفسه وقال يا ترى اتصرف ازاي؟ هل اركز في المدرسه وكفايه على ماما ومصاريف المدرسه والدروس، ولا اكمل في الكوره واشوف اي حل تاني؟ وحسين لقى نفسه انه لازم يبقى راجل ويعتمد على نفسه، وقال لنفسه مش معقول امي تصرف عليا وانا زي الشحط كده. فبعد تدوير كتير جدا على شغلانه يجيب منها مصاريف، فجات له شغلانه مش بس تساعده يكمل في الكوره، دي كمان تساعده يتمرن ويبقى جنب الحاجه اللي بيحبها. واشتغل حسين الشحات بيلم الكور والاقماع في مدرسه الكوره، والمدرسه دي موجوده في مدينه نصر. شغلانه تخليه يفضل يلعب كوره كده في الخباثه على النجيل، والموضوع كان كله يومين في الاسبوع. ويفضل حسين شغال الشغلانه دي شويه، وساعتها كانت يوميته 10 جنيه بس. الرقم من كتر ما هو كان قليل كان حسين لازم يشوف له شغلانه ثانيه. وهنا راح لشويه ناس من صحابه في المنطقه قال لهم انا عايز اشتغل يا جدعان، وهم بصراحه ما قصروش معاه خالص. واحد صاحبه قال له يا حسين بكره الصبح هناخدك معانا الشغل، وفعلا الرجاله عدوا عليه وراح معاهم الشغل اللي كانوا عباره عن شيال قلموتال في ورشه في السلام. وهنا كان بياخد مرتب محترم جدا 400 جنيه في الشهر حته واحده. طفل عنده 14 سنه كان بيتعرض لكل ده عشان بس يجري ورا حلمه، مع ان اي طفل في سنه كان هيبقى مستني الدعم المادي والمعنوي من ابوه. بس للاسف حسين ما لقاش ده، حياته كانت كلها شغل وتمرين ومذاكره. وهنا تمر الايام وحسين يمل ويزهق من نادي مدينه نصر اللي ما كانش قد طموحه خالص. فخد بعضه وراح قعد مع امه وقال لها يا ماما انا عايز امشي من النادي ده، انا مش لاقي نفسي هناك. والست الطيبه الاصيله راحت لرئيس النادي هناك وقالت له انا عايز اخرج حسين من النادي. وهنا الراجل بيقول لها هاتي 20000 جنيه وانا اخليكي تاخدي. ساعتها بقى مامه حسين ما كانش معاها المبلغ ده، فقررت ان هي تعرض شقتها التمليك للبيع وتقعد في ايجار جديد عشان بس حسين ما يتبهدلش ويبقى زعلان. لكن عشان حسين كان ابن حلال وامه وربنا بيحبها، المشكله بتتحل من النادي نفسه، عشان نادي الشرقيه للدخان اللي بيلعب في دوري المظالم يشتري حسين الشحات. طبعا دي نقله جامده جدا لحسين الشحات على مستوى الكوره، لكنها ما كانتش نقله على مستوى الفلوس. وهنا حسين قرر انه يتحمل اللي ما حدش يقدر يتحمله. حسين يا معلم كان لازم يوفر له دخل زياده عشان طبعا المصاريف هتزيد عليه هناك، وشغل القلموتال طبعا ما بقاش جايب همه. فيقرر حسين ينزل شغل في محطه بنزين، ويبقى شغله ان هو يمول للناس العربيات بتاعتهم. شغلانه تقريبا كلها واقفه على التبس بس، لا ده كمان كان بيشتغل 48 ساعه متواصل ويريح 48 تانيين. طب اقول لك كمان على حاجه، حسين الشحات في شيفت اللي هو 48 ساعه شغله ده كان بينام ساعتين 2 بس، ساعتين 2 كان بيخطفهم من ورا مدير البنزين عشان ما يترفد. كان يا دوب بيفرد كرتونه وبينام على البلاط في عز السقعه. انت متخيل كم المعاناه اللي شافها الراجل ده عشان يوصل لحلمه؟ وعشان حسين ابن حلال وجدع سنه 2014 يتنقل نقله كبيره جدا من نادي الشرقيه للدخان لمصر المقاصة. يا حسين يعني انت هتطلع في التلفزيون والناس كلها هتشوفك، وكمان هتلعب قدام النادي الاهلي اللي بتشجعه وبتعشقه طول عمرك؟ خلاص يا سحس بقى الدنيا ضحكت لك وهتروق وتحلى. وفعلا في سنه 2018 حسين بيكسر الدنيا مع المقاصة ويحقق معاهم مركز الثاني في الدوري، وكمان بياخد لقب هداف الدوري. ايوه بقى يا سحس اخيرا هتروح الاهلي، لان فعلا الاهلي وقتها كان عاوز يجيب حسين الشحات. لكن بعد شويه مماطله من اداره الاهلي وقتها
الاهلي ما يقدرش يخلص الصف. بس عشان عوض ربنا كبير، حسين بيروح لحته تاني خالص وبيخرج لاكبر نادي في الامارات وهو العين الامارات. لا وكمان بيبقى النجم الاول للفريق، لا وكمان يحقق بطوله الدوري ويلعب معاهم في كاس عالم انديه. ومشاركته مع العين ما كانش مجرد مشاركه شرفيه كده، ده قدر يوصل للنهائي قدام ريال مدريد ويعمل اداء عالمي ويفرش راموس كمان ويرقص الجول بتاعه. وكل ده خلى العالم كله يتكلم عن حسين الشحات وقتها، وده خلى مجهود حسين كله يتوج بان هو يفوز بافضل لاعب في الامارات وعقده يبقى اعلى عقد في الامارات كلها. كل اللي بحكوا لك ده في سنه واحده بس برضه حسين ما نسيش حلمه الاولاني الاهلي يا معلم. وفعلا الاهلي يجي له مجلس اداره جديد بقياده محمود الخطيب بيبو، وبيجي العرض لحسين عشان يلعب في الاهلي. وفعلا حسين يسيب الفلوس الكتير قوي والشهره اللي في الامارات عشان يحقق حلمه ويلبس الفانلة الحمراء. بس المره دي بدل ما كان بيلبس الفانلة وهو صغير مع اصحابه في الشارع، هيلبس تيشيرت الاهلي جوه سور الجزيره وبيشجعه 70 مليون اهلي. وعايز اقول لك ان حسين الشحات اتنازل عن مستحقات كتير قوي ليه في العين عشان بس يجي الاهلي. ابو تريكه بنفسه كتب له تويتايه وقال له اللي بيشتري الاهلي بيشتريه. وحسين دلوقتي يتصنف من اهم لعيبه الاهلي وممكن من اساطير النادي عادي جدا، لان عنده ارقام قياسيه صعب اي حد يعملها، بس هو اسطوره عشان اشترى الاهلي وضحى مش عشان الارقام بس. حسين هو اكتر لاعب مشاركه في الماتشات في كاس عالم انديه، وكمان هو اللعيب الوحيد اللي مسجل في 4 نسخ في كاس عالم انديه، ده غير انه واخد مع الاهلي 4 دوري ابطال افريقيا ومساهم في نهائيين منهم باسيستات. عشان اسم حسين الشحات يتخلد في التاريخ من عامل بيمسح ازاز عربيات لاسطوره عربيه وحيه صعبه تتكرر. وعلى الرغم ان حسين الشحات يعتبر لعيب اندريتد ومش واخد حقه اللي هو يستاهله، لكن التاريخ هيفضل فاكره بارقامه وبطولاته ومساهماته في البطولات. فيا ريت انت كمان تفضل فاكر حسين الشحات وتروح تعمل لك سبسكرايب وترن الجرس وتشاو اميجوز يا معلمين.